السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. النهاردة هنتكلم عن آخر المستجدات وعن الحرب اللي قايمة على النادي الأهلي، من اتحاد الدولار، عبدة الدرهم والدينار، ونادي الخرارة، وشوال الرز. وهوجه كلام للمسؤولين، عاوز أقول لهم إن جمهور الأهلي في حلقه مرارة من اللي بيحصل في النادي الأهلي، وإن المسؤولين شايفين اللي بيحصل في النادي الأهلي وسايبينه. أنا عاوز أقول للمسؤولين في مصر، لكل من يهمه الأمر، إن لسه امبارح فرانس فوتبول، المجلة الفرنسية الشهيرة، مطلعة تقرير عن أحسن 30 نادي على مر التاريخ والعصور، وبفاجئ المسؤولين المصريين إن ما كانوش حاسين ومش عارفين قيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي جه رقم 21 في القايمة. النادي الأهلي شرف مصر، وكاتبين الأهلي ايجيبت، الأهلي المصري، النادي الوحيد اللي شرف القارة الأفريقية وشرف العرب. تخيلوا أي دولة تتمنى إن عندها نادي بالقيمة دي، وتخيلوا إحنا مصريين مش مقدرين القيمة دي، وسايبين نادينا العظيم، النادي رقم 1 في أفريقيا والعرب ورقم 21 على العالم، يتعمل فيه كده. بقول المسؤولين جمهور النادي الأهلي عنده مرارة من اللي بيحصل. انتوا شايفينه بيحصل في النادي الأهلي، وشوية عيال ماسكين اتحاد الكورة، شوية عيال بيشتموا بالأم وبالأب، ما بيفتحوش بقهم. ولما النادي الأهلي يطلع بيان محترم بيقول لك خليه ينسحب. أنا عاوز أقول لاتحاد الكورة والمسؤولين في مصر، إحنا كجمهور أهلي إحنا عمرنا ما هنخرج عن النظام، لكن إحنا حاسين بمرارة. نادينا العظيم عاوزين تكسروه، كبرياء النادي عاوزين تكسروه، وكبرياء النادي من كبرياء مصر. ليه؟ إن أنتوا لو تاخدوا بالكم، النادي الوحيد اللي واقف قصاد الدولارات، النادي الوحيد اللي عنده كرامة. شوال الرز، رجل الترفيه الأول في الوطن العربي، اللي معرفش بيرفع عن مين، لكن هو ملقبينه بكده، رجل الترفيه الأول. ازاي عاوز يكسر النادي الأهلي؟ ازاي حد في مصر يقول له لأ؟ ازاي حد في مصر عنده كرامة؟ وطبعا كلكم واقفين بتتفرجوا. انا مش هامل على مجلس الإدارة يقول ايه او النادي، مجلس الإدارة مجلس محترم يعرف يدافع عن النادي الأهلي كويس، لكن عاوز اقول لمجلس الإدارة، جمهور النادي الأهلي في ظهرك، واي قرار هتاخده هنساندك فيه، حتى لو انسحبت من الكاس والدوري. انا عارف ان الكلام ده صعب عشان الحقوق الإعلانية، لكن النادي الأهلي لازم يبقى ليه موقف. اتمنى النادي الأهلي لو عرض اسمه، تخيلوا لو النادي الأهلي طلع بره وقال للإمارات انا عاوز اقعد عندكم، عاوز البحرين اقعد عندكم، عاوز تونس اقعد عندكم، تخيلوا قيمة النادي الأهلي لو اتحط في أي دولة من دول، لكل دولة من دول واخدة اسمه، عاملة نادي باسمه. مع كل فلوسك يا ترك، مع كل فلوسكم في السعودية، مفيش نادي منكم جه في القايمة ولا هيجي. إن معروفين بالفلوس كل حاجة بتشتروها. الفلوس زي ما قال الشيخ محمد الغزالي، الفلوس عمرها ما ترفع وضيع. هكررها تاني، الفلوس عمرها ما ترفع وضيع. لكن هنقول ايه؟ تخيلوا دولة ما تعرفش قيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي جه رقم 21 في أعظم نادي على التاريخ، على تاريخ العالم، مش تاريخ القارة ولا العرب ولا مصر.
لسه ناس بتتخانق محليا والنادي الاهلي عالميا من زمان، ونلاقي ناس اشكال زي ما انا قلت، اتحاد هشك بشك، اتحاد الكوره من الارذال، اتحاد من الارذال كله. قيمتك ايه يا مجاهد؟ انت ليك ايه قيمه ولا مذكور ايه في التاريخ؟ انت اللي جري وراك بالمقشه ومجدي عبد الغني قلع لك البنطلون والكلام ده مش احنا اللي قلناه، ده انتوا اللي قلتوه من جوه الاتحاد. سبك مرتضى منصور يا مجاهد بابوك وامك قد ايه وانت معرفتش ترد. لكن طبعا عشان النادي الاهلي محترم محدش يقول لك ابوك وامك، فلا ازاي؟ وانت يا ابو ريده وانت يا مجدي عبد الغني اللي قلع البنطلونات، خيبتنا فيك كبيره قوي يا كابتن احمد يا شوبير، خيبتنا كبيره قوي فيك. النادي الاهلي كبير وعظيم. عاوز اقول لمصر والمسؤولين فيها، عاوز اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، النادي الاهلي ده كبير قوي ومشرف مصر كتير قوي. النادي الاهلي مشرف مصر. اللي انتوا بتعملوه في النادي الاهلي او سايبينه يتعمل في النادي الاهلي وشويه ارذال ناس جايه بفلوسها. وانا عاوز اقول للدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يصحش اللي بيتعمل في النادي الاهلي ده. النادي الاهلي ده لو فكر مشوه من مصر وشوف كام دوله هتاخده. مشوه من مصر. اذا كنتوش عاوزين النادي الاهلي مشوه من مصر وشوف كام دوله هتتخانق على النادي الاهلي انها تاخده عندها ويشرفها ويرفع راسها ان يبقى عندها نادي بقيمه النادي الاهلي. انا بتمنى من جمهور النادي الاهلي يعمل ترند، يعمل هاشتاج يبقى ترند. اذا كنتوش عاوزين النادي الاهلي في مصر، 100 دوله عاوزاه، 100 دوله تتمنى يبقى النادي الاهلي عندها بقيمته وبحضارته وبعراقته وببطولاته وباحترامه لنفسه وباحترامه للاخرين. بتمنى ان جمهور النادي الاهلي يعمل هاشتاج رحلوا النادي الاهلي من مصر، مشوه ونشوف مين كام دولة هتقول انا عاوز النادي الاهلي يبقى عندي يشرفني. وبقول كلمة لملك الترفيه في الأمة العربية، الراجل المرفهات الأول، رجل الترفيه الأول. أنا معرفش بيرفع عن مين، بس هو ادوله اللقب ده، رجل الترفيه الأول في الأمة العربية. أنت جاي تستثمر في دولة لازم تحترمها وتحترم رموزها، لازم تحترمها وتحترم رموزها. وما إذا كنتش هتحترمها وتحترم رموزها، امشي وسيبها. مش عايزينك. احنا دولة محترمة ودولة كبيرة. ما يغركش مجاهد ومجدي عبد الغني ومرتضى منصور والاهليبه والقبيضه وكل اللي من الناس اللي بتحب تقبض منكم ومصغره مصر قوي، مصغراها قوي. مصر اكبر منكم والاهلي اشرف منكم. وبقول حاجه تاني، اخر حاجه عاوز اختم بيها الفيديو. اذا كنتوش عاوزين النادي الاهلي في مصر، 100 دوله تعوزه، 100 دولة تتمنى يبقى عندها النادي الأهلي. وزي ما قلت يا ريت مع بعض نعمل هاشتاج رحلوا النادي الأهلي من مصر، ودوه أي دولة تاني شوف هتعاملوا ازاي وتحترموا ازاي. أنا معرفش انفعلت وأنا بعمل الفيديو دوت بعد اللي حصل من اتحاد الكورة ولسه مجلس إدارة النادي الأهلي ما اجتمعش. أنا بقول للنادي الأهلي مجلس الإدارة ما تخافش، جمهور النادي الأهلي وراك، جمهور النادي الأهلي في ظهرك. خد القرارات اللي أنت شايفها صح، اللي تخلي النادي الأهلي راسه مرفوعة لفوق. حتى لو مشيتوا، حتى لو مشونا من مصر كلنا، خدوا الجمهور والنادي ومشونا من مصر، نروح نشجعك في أي حتة. لو في أي حتة هنشجع النادي الأهلي. النادي الاهلي لو راح تونس
هنشجعك في تونس. النادي الاهلي لو راح البحرين هنشجعه في البحرين. النادي الاهلي لو راح الامارات هنشجعه في الامارات. النادي الاهلي لو راح في اي حته هنشجعه. اذا كنتوش عاوزيننا في مصر لا النادي ولا جمهوره نمشي، قولوا لنا واحنا نمشي. لكن الاهلي عمره ما هينكسر. ومجلس الاداره خليك بكل قوه، خد قراراتك اللي ترفع راس النادي الاهلي وما تكسرناش. وبقول لكل واحد فاكر نفسه ان هو ينتصر على النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي هيفضل وانتوا اللي هتمشوا، وإنا لمنتظرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.